ايه رأيكم النهاردة نعمل الناجتس بطريقة جديدة وطريقة صحية ومش مكلفة ومعاها المكرونة طبعا. افضل من اللي بنشتريها من بره ومفيهاش اي مواد حافظة. يلا بينا نشوف الطريقة. كيلو من الوراك مع الصدور مخلية، ومعاها 4 من التوست بشيل الأطراف بتاعته أو ممكن أسيب الأطراف مفيش أي مشكلة، أو فينو 4 من الفينو بشيل برضو الأجزاء البنية اللي فيه. ببدأ أجيب الفراخ بتاعتي أغسلها بالمية والخل والليمون، باحطها في محضرة الطعام بس بعد تجفيفها بمناديل المطبخ تمامًا عشان ما يبقاش فيها كمية من المَيّة، وبابدأ أضيف عليها التوست، أضربها الأول لحد ما تنعم، وبعد كده أضيف لها التوست اللي أنا ضربته في الكبة، وأبدأ إن أنا أطحنه معاها بس بعد إضافة بعض التوابل زي الكركم، الفلفل الأسود، توم باودر، بصل باودر، وكمان باضيف عليها بهارات الفراخ وشوية من بابريكا. باضيف كل الكمية عليها والملح طبعًا، وممكن أضيف معلقة من المستردة، وبابدأ أضربها لحد ما تبقى عجينة، باحطها في التلاجة لمدة نُص ساعة بس عشان تبدأ إن هي تتماسك، وبعد كده باجيب أي كيس مطبخ عندي أو الكيس اللي أنا بابدأ إن أنا أعجن عليه أو المشمع، وأحط عليه طبقة من الزيت بسيطة جدًا، وأبدأ أحط عليه كمية من العجينة، باحطها وأبدأ إن أنا أقطعها في صورة مربعات أو مكعبات أو بيضاوي أو على شكل قلب، الأشكال اللي إحنا بنشتريها من برّه بالضبط. باعملها أقل من سنتي، باحطها في التلاجة شوية تجمد، بعد كده باحطها في الدقيق بدون إضافة أي توابل، بعد كده باحطها في البيض ومعاه شوية من اللبن وشوية من الملح والفلفل الأسود، بعد كده باحطها في البقسماط. عندي نوعين، البقسماط العادي اللي إحنا بنشتريه، والبقسماط التاني اللي أنا عاملاه اللي هو عبارة عن فينو. أنا باطحنه وباحط عليه شوية من الكركم وشوية من الملح والفلفل الأسود، ودي بتكون التتبيلة اللي أنا باعملها. بعد كده في زيت غزير بابدأ إن أنا أحط كمية من الناجتس بعيد عن بعضها عشان ما تلزقش في بعض، وطبعًا بيكون الزيت على درجة حرارة عالية، وبعد كده بابدأ أهدّي النار لحد لمّا بتستوي بتاخد اللون الدهبي الجميل ده. بابدأ إن أنا أشيلها وأحطها على مناديل المطبخ عشان تجف تمامًا، وزي ما أنتم شايفين هي ما فيهاش كمية زيت خالص. بابدأ بعد كده أجمّلها بالبقدونس والفلفل الألوان أو الفلفل الحار. إيه رأيكم؟ أنا عاملة شكل القلب وشكل البيضاوي وعاملة كمان الشكل اللي هو المربع، جميلة ومقرمشة وفي منتهى الجمال، وزي ما أنتم شايفين أحلى وادِّت كمية كبيرة جدًا، الكيلو ادّى كمية كبيرة جدًا، ولو عايزين نشيلها في الفريزر بنعمل كمية وبنحطها على صينية تجمد الأول، وبعد كده بنبدأ نحطها في أكياس أو نبدأ نحط بين كل طبقة وطبقة كيس بلاستيك عشان ما تلزقش، بيكون مدهون بشوية من الزيت. إيه رأيكم في الناجتس اللي عملناها النهارده؟ أتمنى إنها تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها إن شاء الله. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.